بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ سلسلتنا الجديدة وهي سلسلة بطولات كسبها الأهلي في هذا الشهر. السلسلة دي هتبقى عبارة عن 12 جزء. كانت 4 بطولات. الجزء التاني من سلسلة بطولات الأهلي في هذا الشهر وبطولات الأهلي اللي كسبها في تاريخ شهر إبريل. كانت 6 بطولات تقريبا. كانت أول بطولة في تاريخ النادي الأهلي. تخيلوا بقى، يعني شهر إبريل ده يعني شهر عزيز جدا على النادي الأهلي. الجزء التالت من سلسلة بطولات الأهلي في هذا الشهر هنتكلم في الجزء ده عن البطولات اللي كسبها الأهلي في تاريخه في الشهر مايو بالتحديد. كانت 3 بطولات. فتعالوا الموسم ده كان موسم اللا هزيمة التاريخي، وده اللقب السابع للأهلي في تاريخ. الجزء الرابع من سلسلة بطولات الأهلي في هذا الشهر هنتكلم في الجزء ده عن البطولات اللي كسبها الأهلي في تاريخه في شهر يونيو بالتحديد. وأنا نزلت من السلسلة دي جزئين، الأول كان في مارس والتاني كان في أبريل والتالت كان في مايو، 3 أجزاء صوت. يلا بينا، بس قبل ما نبدأ منتشر اللايك والفولو. حين البطولات اللي كسبها الأهلي في شهر يونيو كانوا 17 بطولة، فتعالوا نعرفهم. البطولة الأولى بطولة كأس السلطان حسين، المباراة النهائية كانت يوم 12 يونيو 1925. كانت ما بين الأهلي والاتحاد السكندري، وانتهت المباراة بنتيجة 4-1، والمسجلين هم مساك أباظة بتسجل هدفين وحسين حجازي ومختار التتش. المواجهة دي كانت مواجهة جماهيرية كبرى جمعت كبير القاهرة وكبير الإسكندرية. نجح الأهلي في فرض سيطرته الهجومية التامة ليفوز بهذه النتيجة. البطولة الثانية بطولة كأس السلطان حسين، المباراة النهائية كانت يوم 15 يونيو 1926، وكانت ما بين الأهلي والترسانة. انتهت المباراة بنتيجة 1-0، ومسجل هو محمود مختار التتش. ودي كانت مباراة صعبة تكتيكيا وم... 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 ومطلقة حسمها التتش بذكاء ومهارة وبهدف وحيد ليتوج بالبطولة دي. البطولة الثالثة بطولة كأس السلطان حسين، المباراة النهائية كانت يوم 13 يونيو 1927، وكانت ما بين الأهلي ومصر البورسعيدي، وانتهت بنتيجة 5-0 للأهلي. ومسجلون هم محمود مختار التتش ورجب عتيق وجميل الزبير وأحمد منصور. ودي واحدة من أكبر نتائج النهائيات في تلك الحقبة، حيث تسيد الأهلي اللقاء طولا وعرضا وأمطر الشباك المصري ب5 أهداف نظيفة. البطولة الرابعة بطولة كأس السلطان حسين، والمباراة النهائية كانت يوم 15 يونيو 1929، وكانت من بين الأهلي وفريق الدبابة، وده فريق بيمثل الجيش البريطاني. انتهت المباراة بنتيجة 2-0، ومسجلين هم محمود مختار ومصطفى كامل منصور. والماتش ده الأهلي لعب فريق يتميز بالقوة البدنية والسرعة، يعني مبابي وفان دايك مضروبين في الخلاط كده، مضروبين في الخلاط سوا. ولكن المهارة الفنية للاعيبة الأحمر حسمت اللقاء بنتيجة 2-0. البطولة الخامسة بطولة كأس مصر، والمباراة النهائية كانت يوم 26 يونيو 1931، وكانت ما بين الأهلي والزمالك اللي كان اسمه مختلط وقتها. انتهت المباراة بنتيجة 4-1، المسجلين هم مختار التتش وده سجل هدفين، ولبيب محمود ومصطفى كامل منصور. سجل الزمالك محمد لطفي، وده كان ديربي تاريخي أقيم على ملعب السكة الحديد وسط حضور جماهيري كبير، وتفوق فيه الأهلي تماما. البطولة السادسة بطولة دوري منطقة القاهرة، والمباراة الحاسمة كانت يوم 6 يونيو 1937، وكانت ما بين الأهلي والسكة الحديد. انتهت المباراة بنتيجة 3-1، بمسجلين هم حسين حمدي وعبد الكريم صالح الصواب. والأهلي والأهلي فاز في المواجهة دي ليضمن صدارة دوري القاهرة ويتوج باللقب رسميا في هذا اليوم. البطولة السابعة بطولة كأس السلطان حسين، المباراة النهائية كانت يوم 2 يونيو 1938، وكانت ما بين الأهلي والمصري، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1، المسجلين هم مصطفى كامل منصور وعبد الكريم صقر. المباراة دي بقى عاد الأهلي يتوج بلقبه الأخير في هذه البطولة بعد مباراة حماسية كانت بفوز الأحمر. البطولة الثامنة بطولة كأس مصر، والمباراة النهائية كانت يوم 14 يونيو 1940، وكانت ما بين الأهلي والزمالك اللي كان اسمه مختلط وقتها. انتهت المباراة بنتيجة 3-1 للأهلي، ومسجلين هم حسين لبيب وصلاح الصواف وأحمد مكاوي. ودي كانت مباراة مثيرة جدا تبادل فيها الفريقان الهجمات، ولكن الأهلي نجح في اقتناص الكأس. البطولة التاسعة بطولة كأس مصر، المباراة النهائية كانت يوم 2 يونيو 1944، وكانت ما بين الأهلي والزمالك اللي كان اسمه فاروق، وده كان قرار من اتحاد الكرة بسبب أزمة سفر لاعبين شهير لدولة فلسطين الحبيبة. والناديين قسموا الكأس 6 شهور لكل نادي. البطولة العاشرة بطولة كأس مصر، هو كله كده كأس مصر لأن ساعتها الدوري العام لسه ما انطلقش، لأنه انطلق عام 1948. المهم إن المباراة النهائية كانت يوم 17 يونيو 1945، وكانت ما بين الأهلي والمصري البورسعيدي.
انتهت المباراة بنتيجة 3-2 الأهلي ومسجلين هم أحمد مكاوي وصلاح سليم وحسام الكورة. والمباراة دي امتدت لأشواط إضافية بعد تعادل مثير في الوقت الأصلي ونجح الأهلي في خطف الفوز. البطولة الحادية عشر بطولة الدوري المصري الممتاز. أخيرا جيت ومباراة نهائية. المباراة النهائية كانت في يوم 29 يونيو 1951 وكانت ما بين الأهلي والترسانة وانتهت بنتيجة 1-0 والمسجل هو أحمد مكاوي. في النسخة دي الجولات الحاسمة للدوري حققت حققت للأهلي الفوز صعبا وثمينا بل 1-0. البطولة الثانية عشر بطولة كأس مصر والمباراة النهائية كانت يوم 13 يونيو 1958 وكانت ما بين الأهلي والزمالك وهو بعد التعادل في المباراة الأولى أيضا الإيقاف في 13 يوليو وجاء ضربية المصيبة وانتهى بالتعادل 2-2 بعد الوقت الإضافي ليتكرر التقادم من اللقبين بين القطبين مجددا ومسجلون الأهلي هم سيد البلطوي وصالح سليم. البطولة الثالثة عشر بطولة الدوري المصري ومباراة الحسم كانت يوم 6 يوليو 1977 وكانت ما بين الأهلي والمصري. انتهت المباراة بنتيجة 1-0. الأهلي مسجل ومصطفى عبده وواجه الأهلي المصري في بورسعيد بلقاء صعب جدا وفاز الأحمر بالهدف النظيف يحسم لقب الدوري حسابيا وبشكل رسمي. البطولة الرابعة عشر بطولة الدوري المصري الممتاز ومباراة الحسم كانت يوم 27 يونيو 1980 وكانت ما بين الأهلي والعبد المنهور. في المباراة دي حقق الأهلي الفوز نتيجة 2-1 في ختام مباريات الدوري ليتوج رسميا بالدرع بعد موسم الشاق. صح نسيت أقول لكم المسجلين في المباراة دي هم شريف عبد المنعم ومصطفى يونس. البطولة الخامسة عشر بطولة كأس مصر المباراة النهائية كانت يوم 30 يونيو 2003 كانت ما بين الأهلي والإسماعيلي وفي المباراة دي انتهى الوقت الإضافي بالتعادل 1-1 سجل الإسماعيلي محمد حسن أبو جريشة والأهلي خالد بيبو وحسمها الأهلي بعد ركلات الترجيح 4-3 بفضل تألق سد العالي عصام الحضري. البطولة السادسة عشر بطولة كأس مصر المباراة النهائية كانت يوم 16 يونيو 2006 وكانت ما بين الأهلي والزمالك وانتهت المباراة بنتيجة 2-0. المسجل هو عماد متعب في الدقيقة الثامنة الدقيقة الثامنة والدقيقة الخامسة والخمسون ودي كانت قمة كروية بمنتهى التفوق فيها جيل الأهلي الذهبي تكتيكيا وحقق الفوز. البطولة السابعة عشر والأخيرة بطولة دوري أبطال أفريقيا النهائي كان يوم 11 يونيو 2023 وكانت ما بين الأهلي والوداد المغربي وهو بعد الفوز ذهابا في القاهرة 2-1 تأخر الأهلي في كازابلانكا بهدف يحيى عطية الله قبل أن يخطف محمد عبد المنعم في الدقائق الأخيرة من ركنية علي معلول لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1 ليتوج الأهلي باللقب الإفريقي بالمجموع مباراتين 3-2. وبس كده خلصنا الحلقة. لو عجبتك اعمل لايك فولو عايز نعمل أفكار تانية قولي تحت في الكومنت وياريت تقولي رأيك في الحلقة دي تحت في التعليقات برضو. بس سلام. سلام.